ده كمبيوتر كمي، اسمه إيه؟ كوانتم كمبيوتر، اللي هو الكمبيوتر الكمومي أو الكمومية، ده بالعربي، فهو هنا بالإنجلش اسمه إيه؟ كوانتم كمبيوتر. ده كمبيوتر، الكمبيوتر ده إيه اللي بيحصل فيه؟ بيعالج البيانات بسرعة جدًا أحسن من الترانزستور. عايز أقول لك إن في نوع من الكمبيوترات تاني غير الكمبيوتر بتاعنا ده، ما بيستخدمش ترانزستورات، بيستخدم حاجة بيعتمد على حاجة اسمها ميكانيكا الكم. يا باشمهندس إيه الميكانيكا الكم دي بعد إذنك؟ هاقول لك إن الكمبيوتر ده هو سريع جدًا. قُلنا زمان إن الترانزستور بياخد يا إما إيه 0 يا إما 1 صح؟ صح يا باشمهندس، مش أنت قُلت لي يا إما اللمبة يا إما بتقيد يا إما بتطفي؟ صح يا باشمهندس، يعني إيه بقى كمبيوتر الكَم أو إيه الفرق بينه وبين الكمبيوتر العادي؟ حاجة شبه دي. الكمبيوتر الكمومية. شايفين الكمبيوتر عامل إزاي؟ شايفين الكمبيوتر عامل إزاي؟ ده كله اسمه كمبيوتر كمومية، حاجة كبيرة أوي غير بتاعنا إحنا. جوجل بتستخدم البتاع ده أصلًا من زمان عشان تعرف تحلل بيانات كتيرة في وقت قليل. بمعنى يا باشمهندس إن الحاجات أو البيانات اللي كانت محتاجة 1000 سنة الكمبيوتر الكمومي ده عمل لها معالجة في 10 دقايق بس، مش في 1000 سنة. أنتم متخيلين اللحظة أو الفرق بين ده وده؟ ففي فرق جبار. ليه بقى؟ لأن الكمبيوتر بتاعنا العادي يا إما بياخد زي 0 و1، يعمل احتمال واحد من الاحتمالين، يا إما مقفولة يا إما شغالة، يا إما المروحة شغالة يا إما المروحة مطفية، يا إما 0 اللي هو أوف يا إما أون اللي هو 1. صح؟ ده البرمجة العادية وده اللي إحنا عمالين نهري فيه من أول الشهر. نرجع دلوقتي ونكمل. لن يحل محل الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي، وإنما تمام، دلوقتي أنا عندي متاهة، وليكن يا باشمهندس دي المتاهة بتاعتي. يعني إيه متاهة؟ أنا عايز أخش من هنا وعايز أوصل للحتة دي، فإيه اللي هيحصل؟ فأنا عندي طرق كتير، أيام المتاهة والسلم والتعبان بتاع زمان كده. فهنا مثلًا عندي option معين كذا، 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 هنا مثلًا كده، تيجي واحد تاني واقف كده، ده طريق تالت واقف كده، وليكن يعني عامل كده، وليكن، بس سايب حتة من هنا مثلًا ونازل وعامل كده، فده بالنسبة لنا متاهة. فالمتاهة دي بعيدًا عن شكلها وبعيدًا عن العبث اللي أنا عامله ده، فحاليًا أنا عايز أوصل من الحتة دي للحته دي، فهاعمل ايه؟ فاخش اشوف الطرق المتاحه قدامي ايه. فانا هخش من هنا مثلا، ابدا اتمشى لقيت ان المتاع مقفول، فالطريق ده غلط، فانا هاخد وقت عشان اعرف ان الطريق ده غلط. صح؟ صح، هطلع بره واجرب من اول وجديد. اخش من هنا وابدا امشي اللي هو بالازرق ده، مشيت جيت هنا لقيت انه مقفول، تمام جيت اخش لقيت ان هو ايه؟ مقفول واخره سد. طب خش يا باشمهندس كمان مره وجرب كمان مره. دخلت من هنا من هنا، واو قربت لقيت الدنيا مقفوله برضه. هبدا اعمل كمان المره الرابعه، فاعمل ايه؟ اروح داخل لقيت نفسي وصلت الحته دي. فده اللي بيعمله ايه؟ الكمبيوتر العادي اللي هو بياخد 0 و1، بدا ياخد حاجه واحده بس ويمشي فيها لان هي مسدوده. رجع يعيد تاني، دخل كمان مره ولقاها مسدوده، يعيد تالت، دخل كمان مره ولقاها مسدوده، يعيد رابع، دخل كمان مره لحد ما وصل. فهو عمل ايه؟ خد وقت كتير عشان يوصل لحاجه معينه او يوصل للهدف بتاعه. فهنا ده في الكمبيوتر العادي. طب يا باشمهندس الكمبيوتر الكمومي اللي انت بتقول عليه بيعمل ازاي؟ قلت لك بياخد 0 1 في نفس الوقت، فهو هيبعت احتمال واحد، بص امشي لي في كله يا باشا واللي يوصل يبقى هو ده بتاعنا. بمعنى هو عمل دخل كله في نفس الوقت، دخل الزيرو والوان مع بعض وبدا يحلل كله لحد ما يوصل. هوريك دلوقتي حاجه توضح لك كل ده عندك في الفيديو. حلو، بيقول لك ايه؟ فكر ان في فار اهوت موجود جوه متاهه وعايز يطلع من بره هنا، يطلع من هنا بمعنى اصح من الحته دي، الحته اللي في الاخر اكيد ظاهره عندك. فهو عايز يطلع من هنا وعايز يخش من هنا، فهو عايز يخش جرب احتمال الاول، وبعد كده رجع تاني يجرب كمان احتمال، لقاه مسدود، رجع تاني جرب كمان احتمال، لقاه مسدود، اخره سد هنا اهو، جرب احتمال رابع، جرب احتمال خامس، جرب احتمال عاشر. على ما يجرب كل الاحتمالات دي هو كده هياخد وقت كتير وياخد وقت وحش قوي. فهنا احنا بنعالج البيانات بايه؟ بالكمبيوتر العادي اللي هي الطريقه اللي هي التقليديه بمعنى صح، اللي هو الموبايل اللي معاك ده، اللاب اللي معايا ده، كل الكمبيوترات العاديه اللي هي الكمبيوترات العاديه مش الكموميه. تمام، نكمل. قال لك لذا فكر في فقر في متاهه. جه هنا اول مره لقاه مسدود، تاني مره لقاه مسدود تاني، رجع يجرب، تالت مره لقاه مسدود، جرب عاشر،
فقلنا هنا اخره سد برضه اهو، فهو هيرجع يجرب ب10 و15 و20 الى ما لا نهايه لحد ما يوصل فين؟ في الحاجه اللي عايز يمشي فيها. فده اللي هو الحاسوب العادي. قلنا الكمبيوتر الكمي بيعمل ايه، او الحوسبه الكموميه بتعمل ايه؟ قال لك forever. Now, quantum computer instantly analyzes all possible. حلو، بيقول لك الكمبيوتر شفت كل لون من الالوان دي، ده حاجه اسمها كمبيوتر كمومي بيعملها، اللي هو الكوانتم كومبيوتنج. بيعمل ايه؟ قال لك بيمشي في كل حاجه في نفس اللحظه، بينفع يشتغل 0 و1 في نفس الوقت، يفضل ماشي يجرب كل الاحتمالات modes, all possible. بس هو كده وصل للنهايه. شايفين خد وقت قد ايه على ما وصل للنهايه؟ ما بقاش يقعد يجرب كل احتمال مره لوحده، لا هو جرب كل الاحتمالات مره واحده لحد ما وصل للنهايه، وقال لك انت كده راجل برنس وزي الفل. قال لك ايه؟ يحلل الكمبيوتر الكمي على الفور جميع الانماط الممكنه وجميع المسارات الممكنه في وقت واحد. تمام؟ مش محتاج ان هو يفضل يعيد ويعالج، يعيد ويعالج ويصحح ويغلط. قلنا بنعمل حاجه فهي تبقى صح نرجع نعيد تاني، نعيدها ونجرب نشوفها صح ولا غلط، غلط نرجع نعيد تالت ونعيد رابع، زي حوار المتاهه اللي احنا خدناها دي. فانا لو شفت كل لون من ده لوحده فكل ده هياخد معايا وقت كتير قوي على ما اعرف اوصل للنهايه. انما اللي في الكمبيوتر الكمون بيعمل ايه؟ بياخد الزيرو والوان في نفس الوقت. فقال لك خش يا باشا ارمي الحوار كله، ارمي كل الاحتمالات وطلع لي باحتمال واحد، فهو كده خلص. كده هو خلص وعرف هو ايه، طلع خلاص اهو. قال لك عندك طريقين اتنين اللي تمشي فيهم عشان تطلع. وصلت؟ اتمنى تكون وصلت. قال لك المنطق يقول لك ان ما ينفعش تبقى في مكانين اتنين في وقت واحد. لا، هو الكمبيوتر الكمون بيعمل نفس ده في وقت واحد عادي. عارف انت حوار الاكوان المتوازيه وان انا دكتور في كون تاني وكون تالت وكون رابع؟ هو حاجه شبه الحوار ده، ما اعرفش دي حقيقه ولا لا اصلا، بس هو شبه الحوار ده. يقول لك مثلا انت خدت اختبار واحد، اختبار اثنين، اختبار ثلاثه في نفس الوقت. انا عايز اجي القاهره، فانا هقيس مره ده ومره ده ومره ده. لا، انا هعمل الاحتمالات كلها مره واحده واشوف انه الاحسن واروح القاهره بالطريق ده. تمام؟ تمام. ده الكمبيوتر الكمومي والكمبيوتر العادي. Get with it. In the quantum theory, you can be. في نظريه الكم اللي هو ايه؟ اللي هي ما احنا قلنا ميكانيكا الكم، ان هي كانت باحثه في ميكانيكا الكم. قال لك يمكنك ان تكون في عده اماكن في نفس اللحظه او في نفس الوقت. تمام؟ تمام. Many places at the same time. And that's the power of quantum. وهذه قوه اجهزه الكمبيوتر الكميه اللي هو الحوسبه الكموميه او الكوانتم كومبيوتنج يعني، بس الجي ما بتتقش. What would it look like? Will my laptop look the same? بيقول لك هيكون زي الجهاز الكمبيوتر العادي؟ لا. When you look at a quantum computer, it's like a chandelier. حاجات كده عملاقه زي ما احنا شفنا في الفيديو الاولاني. فل. فنرجع بقى لاول فيديو. قال لك ايه؟ هتصدقني لو قلت لك اللي انت شايفه ده كمبيوتر، بس ده مش كمبيوتر عادي، ده كمبيوتر كمي، كوانتم كمبيوتر. ده الكمبيوتر اللي بيستخدم في ناسا وكم. شايفين شكله عامل ازاي؟ يستخدم فين؟ يستخدم في ناسا عشان اللي هو الصواريخ والحاجات دي. فمش محتاجين معالج زي بتاعنا ده، لا هم عايزين معالج خارق عشان يعرف يعمل كل حاجه ويقيس سرعه الفضاء ويبعت كل شويه ويقعد ياخد الاماكن فين والاوربيتال ايه او الدورانات ايه في الفضاء والكلام ده كله. فمش هيستخدموا الكمبيوتر بتاعي عادي اللي هو ترانزستور عادي، لا هيستخدموا الكوانتم كومبيوتنج. كمان بنستخدمه شاشة جوجل. الكمبيوتر الكمي أقوى بمئات المرات من الكمبيوتر العادي اللي احنا بنستخدمه مهما كانت قوته، لدرجة إن شركة جوجل في 2019 أثبتت إن الكمبيوتر الكمي يقدر يحل مشكلة في دقايق، نفس المشكلة دي هتتحل في 1000 سنة على. قدر يحل مشكله في دقائق، لو كانوا قعدوا حلوها بالطريقه العاديه كانت خدت معاهم 1000 سنه. زي حوار المتاهه دي بس حاجه صغيره، بدل ما اخد الطريق ده في وقت والطريق ده في وقت والطريق ده في وقت والطريق ده في وقت، لا انا هعمل كله مره واحده واوصل للحل بتاعي في نفس اللحظه. وصلت؟ الكمبيوتر العادي. الكوانتم كمبيوتر بيعتمد اساسا على مبادئ ميكانيكا الكم. بيعتمد اساسا على مبادئ ميكانيكا الكم، بمعنى جدا الاختلاف بين الكوانتم والكمبيوتر العادي ان الكمبيوتر العادي بيستخدم حاجه اسمها ترانزستور. عرفنا يعني ايه ترانزستور وشرحناه. قلنا الترانزستور عباره عن ايه؟ بياخد يا اما زيرو يا اما 1، يا اما زيرو يا اما 1، يا اما شغال يا اما مطفي. بمعنى احنا قلنا مثلا كلمه الاو زمان لما قلنا فصلناها كلمه عمر زمان، قلنا فصلناها قلنا ايه؟ حرف الاو ده بياخد كام رقم؟ قلنا بياخد 8 ارقام 0 0 0 0 1 1 0 0. مش ده اللي احنا شرحناه في اول سيشن خالص؟ خدناها ازاي الكمبيوتر بيشتغل وفي كومبايلر والكلام ده كله. نسيبنا من ده. قلنا الحاجات الثمان ارقام 0 و1 دولت
ما ينفعش يبقوا 0 و1 في نفس اللحظه، لا هو يا اما 0 يا اما 1. رقم واحد فهو 0 1 ده رقم واحد. ما ينفعش يبقى 1 0 1 او 0 0 او 0 1 في نفس اللحظه، لا هو 0 1 فهو رقم واحد. وصل لكم الفكره؟ تمام. الموضوع ملعبك شويه انا عارف، بس مع الوقت هتعرف ايه الفكره لما تفهموا يعني ايه كوانتم كومبيوتنج والكلام ده كله. نرجع لمرجوعنا. فهنا انا احتجت ان ناخد 8 ارقام. الرقم ده كل رقم ده اسمه بت، بت، وده اسمه بت، بت. فكل بت يا اما 0 يا اما 1. قلنا البت ده هو كل 8 بت بواحد بايت. قلنا الكلام ده في كورس تاسيسي، وقلنا الكلام ده في شرح البي دي افات بتاعتنا اول سيشن او ثاني سيشن تقريبا. قلنا ان في كومبايلر ولغه الاله والكلام ده كله. فهنا نسمع نكمل حتى لو ما عندكش خلفيه، فانا بس بفكرك باللي احنا قلناه. فنرجع تاني لموضوعنا. تدي قيمه واحد يا اما صفر. قلنا الترانزستور بيدي قيمه يا اما واحد يا اما صفر. لكن كوانتم بيستخدم حاجه اسمها كيوبيت. حلو. احنا هنا قلنا ايه؟ احنا بنستخدم البت يا اما 0 يا اما 1. لا هنا بيقول لك بيستخدم الكيوبيت. الكيوبيت بيقول لك ايه؟ ممكن تاخد 0 1 في نفس اللحظه او في نفس الوقت. قال لك هنا الحوسبه الكموميه اللي هو كوانتم كومبيوتنج. قلنا ايه؟ نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم. عرفنا يعني ايه ميكانيكا الكم من شويه، صح؟ اما قلنا في باحثه ميكانيكا الكم والراجل الفلاني قال لك في حاجه اسمها ميكانيكا الكم. ايه ميكانيكا الكم اصلا؟ بيقول لك بيستخدم الخصائص بتاع ميكانيكا الكم لمعالجه المعلومات، ما بيعالجش المعلومات زينا. قلنا ان هو بياخد يا اما 0 يا اما 1. اتفضل يا رافع ايدك، نزلت ايدك، تمام. قلنا بياخد يا اما 0 يا اما 1، وقد يوفر تفوقا في فئات محدده من المسائل. قلنا هو بيستخدم في الفضاء، بيستخدم في وكاله ناسا، بيستخدم في الحسابات اللي هي الكبيره، بيستخدم في الحاجات العسكريه زي ما الواد كان بيقول دلوقتي او الاستاذ كان بيقول دلوقتي. حلو. ولكنه لا يسرع جميع انواع العمليات الحسابيه. هو الكلام ده مش دقيق قوي بس نعتبره دقيق عشان هو كتاب المدرسه. فقلنا الحوسبه الكموميه اللي هو الكوانتم كومبيوتنج يعني ايه؟ نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجه المعلومات، وقد يوفر تفوقا في فئات محدده من المسائل، لكنه لا يسرع جميع انواع الحسابات. لكنه لا يسرع في جميع انواع الحسابات. صح وغلط. الكوانتم كومبيوتنج هو احسن من الكمبيوتر العادي او الحوسبه العاديه. الحوسبه الكموميه احسن من الحوسبه العاديه دائما. تقول له غلط في بعض من الاحيان، مش على طول. ده كلام كتاب المدرسه مش كتابي. خش بعد كده قال لك ايه؟ عندك حاجه اسمها البث الكلاسيكي والكيوبايت. البث الكلاسيكي اللي هو البت اللي احنا قلناه. فكده من غير ما اقول لك هو عباره عن ايه او من غير ما تشوف السلايد هتقول لك ايه؟ هو يحمل حاله محدده يا اما 0 يا اما 1 في كل وقت. ما ينفعش نستخدم الزيرو والواحد في نفس الوقت. زي ما احنا شرحنا قلنا البت او البث الكلاسيكي هو عباره عن ايه؟ هو حاله محدده واحده يا اما 0 يا اما 1 في كل الاوقات او في كل وقت. اما الكيوبيت اللي احنا قلنا عليها هو يستخدم مبدا التراكب الكمومي ليحمل مزيجا من الزيرو والواحد في نفس اللحظه. قلنا هيخش يدور في كل الاحتمالات في نفس الوقت مش زي الحاسوب العادي. وصلت؟ وصلت. فالبث الكلاسيكي هو يحمل حاله محدده واحده يا اما 0 يا اما 1 في نفس او في نفس الوقت او في وقت محدد. قلنا الكيوبايت قلنا هنا ممكن يحمل مزيجا من الاثنين، مزيجا من الاحتمالين. هيخش في الحاجات دي كلها على طول مع بعضها. زي ايه مثلا؟ قلنا يستخدم مبدا التراكيب الكمومي اللي يحمل مزيجا من الزيرو والوان في نفس الوقت. زي ايه؟ زي المتاهه اللي احنا شرحناها من بدري دي. تمام لحد هنا؟ تمام لحد هنا. نخش بقى على كتاب المدرسه الاساسي ونشوف هل انا مزود حاجه من عندي او منقص حاجه من عندي. ندور ونشوف. تعالى يا عم كتاب المدرسه بعد اذنك. القياده الذاتيه تقنيه تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعده على قياده المركبه، اللي هي كانت اول سطر. تستخدم المركبه كاميرات ومستشعرات لادراك محيطها. قلنا الكلام ده كله. ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القياده والتحكم فيه. قلنا الكلام ده كله. لان التاخير في معالجه البيانات القياده قد يؤثر على السلام. هبدنا في ده كتير. يعالج بعض البيانات محليا بالحوسبه الطرفيه لتقليل زمن الاستجابه. مش ده اللي قلنا هناك؟ قلنا هناك في حاجه زياده؟ لا. الحوسبه الطرفيه يعني ايه الحوسبه الطرفيه؟ معالجه البيانات على الجهاز نفسه فورا بدلا من ارسالها للسحاب. حفظنا المثال ده من شويه. للاسف الريكورد اتشال، والله كنت نفسي انزله. يلا الحمد لله. الواقع المعزز الاوجمانتد رياليتي. ايه هو الاوجمانتد رياليتي؟ هو تقنيه تضيف عناصر او معلومات رقميه الى مشهد من العالم الحقيقي. مش قلنا الكلام ده؟ قلنا الكلام ده. الفي ار الواقع الافتراضي هي تقنيه تضع المستخدم داخل بيئه افتراضيه مولده حاسوبيا. تمام؟ تمام.
قلنا زي الواقع الافتراضي وكده، ووريت لكم فيديوهات كتير والكلام ده كله. الحوسبه الكموميه، نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجه البيانات، وقد يوفر تفوقا في فئات محدده من المسائل، لكنه لا يسرع جميع انواع العمليات الحسابيه. قلنا كده، قلت لكم صح ولا غلط من شويه. تمام. يعني نبص كده، قال لك في حاجه اسمها بس كلاسيكي وبس، والكيوبايت. البس كلاسيكي اللي هو البت، حاله محدده واحده في كل وقت، اما 0 واما 1، وليس كلاهما معا ابدا. نيجي للكيوبايت اللي هو التراكيب الكم، هو مزيج من 0 و1 في نفس الوقت. قلتها لكم انا ازاي؟ بالطريقه بتاعتي انا او بطريقه السلايد. قلت لكم ان هنا يحمل حاله واحده محدده، يا اما 0 يا اما 1 في كل وقت. هنا يستخدم مبدا التراكب الكمومي ليحمل مزيجا من 0 و1 في نفس الوقت. نخش لكتاب المدرسه تاني، قال لك ايه؟ يحمل البث التقليدي حاله واحده اللي هو يا اما 0 يا اما 1. اما الكيوبايت اللي هو ده فيستخدم مبدا التراكب الكمومي اللي هو ايه؟ بيستخدم الزيرو واحد في نفس الوقت. خش على ايه؟ على اسئله. الاسئله دي احنا هنهريكوا اسئله في اختبارات كل سيشن، في اول كل سيشن. حد عايز يسال في اي حاجه يا شباب؟ انا مش عارف انزل البتاع دي بقى ولا انزلها. هنزلها، هو تلت ساعه، لان الحسابات الكموميه دي صعبه اصلا، فممكن حد يسقط مني، فهنزلها برضو، مش هقول لكم لا.